يا مساء يا أساطير HD أكشن. راجل غلبان عايش في حاله وسايب الدنيا تمشي وبيتفرج من سكات، لحد ما في يوم بيشوفهم بيضايقوا بنت فبيحاول يدافع عنها، لكنهم هانوه هو كمان، وما كانوش يعرفوا إن استهزائهم ده هيخليهم يتمنوا لو ما كانوش اتولدوا. معاكم سام من تيم HD أكشن، ويلا نبدأ. بيبدأ فيلمنا مع شخص بيفوق في اسم الشرطة وقدامه 2 محققين، فبيولع سيجارة وبيطلع قطة من معاه وبيقعد يأكلها. وعلشان نعرف ايه اللي وصل الراجل المتدمر ده للقسم محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية، وبنشوف الشخص ده وبنعرف ان اسمه ديفيد، وبيبقى متجوز وعنده ولد وبنت. وبيعيش ديفيد حياة رتيبة جدا ومملة، كل يوم بيروح شغله الإداري في شركة تعدين بيديرها والد مراته بيكا وأخوها، وبيرجع يعمل نفس الحاجات في كل يوم بنفس التفاصيل المملة، لحد ما في يوم بتحصل حاجة مختلفة. ديفيد بيصحى بالليل وبيحس بحركة في البيت من تحت، ولما بينزل بيكتشف ان في واحد وواحدة بيسرقوهم، فبيسحب عصاية وبيستعد علشان يتصل بالشرطة، بس البنت بتشوفه وبتمنعه على آخر لحظة، وبتاخد كل الفلوس الموجودة في الطبق اللي على السفرة، وبتلاحظ انهم مش كتير خالص، فبتاخد الساعة والخاتم بتوع ديفيد، لكنه بيلمح وشم معين على ايديها ساعتها. وهنا بيظهر ابن ديفيد وبيقدر يوقع الحرامي في الأرض، وديفيد بيبقى خلاص هيضرب البنت هو كمان، بس بيتراجع على آخر لحظة بشكل غريب، وبسبب كده ابنه بياخد ضربة قوية في وشه، والاتنين الحرامية بيغادروا المكان من غير ما يحصل لهم أي حاجة. ولما بتوصل الشرطة وبيعرفوا تفاصيل اللي حصل بيتصدموا من رد فعل ديفيد الجبان، لدرجة إنه بيقع من نظر ابنه نفسه. وبالليل بينزل ديفيد ينام مع بنته، واللي بتكون مطمنة جدا طول ما هو جنبها. وتاني يوم بيحاول ابن ديفيد يعرف خلفيته في الحياة وايه اللي مخليه جبان بالشكل ده وما هجمش على الحراميه، بس ديفيد بيأكد له انه كان بيشتغل في الحسابات وما عندوش حاجه مثيره. ولما بيطلع ديفيد يوصل ابنه للمدرسه بيشوف جارهم الغني اللي ابوه مات قريب، وبسبب كده ورث منه عربيه فخمه وغاليه جدا، فبيتحسر ابن ديفيد على حظه لانهم حتى مش اغنياء. وبيوصل بعدها ديفيد لشغله وبيقابله اخو مراته، وبيقول له انه سمع باللي حصل له امبارح، وعلشان كده بيديله سلاح وبيأكد له انه لازم يحمي اخته وعيالها كويس. وحتى والد بيكا عارف بالموضوع وبيحاول يهون على ديفيد، وبيتضح ان ديفيد عاوز يشتري المصنع منه بقاله فترة، بس الاب بيماطل لانه عاوز مبلغ كبير جدا. بعدها بيدخل ديفيد غرفته الخاصة يسمع اغاني، وبيتواصل مع اخوه هاري عن طريق راديو مشفر، وبيحكي له ديفيد اللي حصل امبارح، وبيعرفه ان الشاب والبنت اللي هاجموا عليهم دول كان شكلهم خايفين ويائسين لأبعد الحدود، وكمان المسدس اللي معاهم كان فاضي، وده السبب اللي خلى ديفيد ما يعمل لهمش اي حاجة. فشجعوا اخوه انه يفضل مسالم وما يعملش مشاكل مع حد. وبعد الشغل بيروح ديفيد يزور ابوه في دار العجزة، وبيحكي له اللي حصل معاه وهو متضايق. وبالليل بيرجع ديفيد البيت وهو خلاص على اخره، فبيلاقي ابنه بيتجاهله وحياته بتتدمر، لحد ما بنته بتعرفه ان الصور بتاعها كان في طبق الفلوس وشكل الحرامية خدوه. ساعتها ديفيد بقى ما بيتمالكش نفسه، وبيجري على غرفة ابوه في دار العجزة، وبيفتح الدولاب اللي هناك، وبيطلع منه شارة قديمة تخصه ومعاها مسدس، والشارة بتثبت انه كان شغال في المباحث الفيدرالية، وبيستغلها ديفيد علشان يدخل لمحلات الوشوم كلها اللي في البلد، وبيفضل يسأل عن الوشم اللي شافه في ايد البنت، لحد ما بيلاقي المحل المطلوب فعلا، بس محدش بيبقى عاوز يديله معلومة، لحد ما الحارس اللي في المكان بيشوف علامة الجيش على ايد ديفيد، فبيشكره على خدماته وبيجري من المكان فورا وهو خايف. وساعتها بس صاحب المكان بيعرف ديفيد صاحبة الوشم، وفعلا بيهجم ديفيد على بيت الراجل ومراته، وبيضرب الزوج وبيوقعه على الارض وهو رافع عليه السلاح، وبياخد الساعة بتاعته من الزوجة تحت التهديد. بس لما بيسألهم عن السوار ما بيكونوش عارفين عنه اي حاجة، وده بيخلي ديفيد يتعصب على الاخر وكان هيموتهم، بس بيسمع صوت طفل رضيع في غرفة تانية فبيروح يشوفه، وهناك بيتصدم ان ابنهم عنده مرض ومحتاج علاج كتير جدا، وده كان سبب السرقة في البداية. فبيسيبهم ديفيد وبيخرج وخلاص مش قادر يكتم غضبه، لدرجة انه بيخبط ايده في الحيطة لحد ما بيتصاب، وبيركب الاتوبيس علشان يروح بيته، وهو بيدعي يلاقي حد يستحق يفرغ فيه غضبه. وفعلا دعاء بيستجاب، وبيظهر مجموعة شباب سكرانين بيعملوا حادثة بالعربية، بس بينزلوا منها كأنه مفيش اي حاجة، وبيركبوا الاتوبيس بالعافية وبينزلوا كل اللي فيه، لكن بيتبقى بنت شابة والعجوز ديفيد، فبيقوم ديفيد ينزل السواقة وبيقفل الباب وراها. ساعتها ال5 شباب بينتبهوا للي بيعمله ديفيد، خصوصا انه بيطلع مسدسه وبيفضي الطلقات اللي فيه قدامهم، وبيأكد لهم انه هيأذيهم بأسوأ الطرق على الإطلاق. وبالفعل بيبدأ ديفيد يضرب فيهم واحد ورا التاني بمنتهى القوة، لحد ما واحد فيهم بيطلع سكينة وبيغرزها في بطن ديفيد، ومع ذلك بيكمل قتال فيهم بنفس البراعة ومش بيتأثر.
والشباب كلهم مستغربين ازاي العجوز ده يعمل فيهم كده، وبيشيل السكينة من بطنه وبيقوم يجرح بيها كام واحد، بس بيتلموا عليه بسرعة وبيقدروا يكسروا بيه شباك الأتوبيس وبيبقى دمرهم خالص، واللي منهم مناخيره اتكسرت واللي اسنانه طارت. ومع ذلك بيقوم ديفيد بالعافية وبيرجع للأتوبيس من تاني، بس المرة دي وهو مفعل مود القتل خلاص، وبيمسك السكينة وبيفضل يطعن فيهم بمنتهى العنف وبيخرج كل الغضب اللي جواه في ناس تستحق. ولما بيشوف واحد فيهم أخد مسدسه وبيحاول يضربه بيه، بيخلع حديدة وبيديله كام ضربة قوية على رقبته، وده بيخلي الشاب يتخنق وكان خلاص هيموت. فبيعمل له ديفيد فتحة في رقبته وبيحط فيها شفاطة علشان يقدر يتنفس لحد ما يروح للمستشفى، وبينزل يعتذر للسواقة عن الفوضى وبياخد بعضه وبيمشي. ولما بيروح البيت ومراته بتشوفه بالحالة دي بتتصدم، لكن بتقعد فورا تعالج جروحه وتساعده. وقتها بس بيرجعوا يقربوا من بعض تاني، وبيفكرها ديفيد بأيامهم الحلوة سوا، بس من ساعة ما الروتين دخل حياتهم وهم عايشين في جحيم. وفي نفس الليلة بنشوف زعيم عصابة روسي اسمه يوليان، وبيدخل الملهى الليلي بتاعه وبيبدأ يغني ويرقص مع الحضور. بس بعد ما بيخلص وبيقابل زعماء العصابات التانيين، بيبقى في واحد منهم ما عندوش ثقة في يوليان لأنه تافه، فبيتعصب يوليان وبياخد واحد من الموجودين يموته بطريقة بشعة جدا، وده كله علشان يثبت لهم انه بيبقى متوحش عند اللزوم فقط لا غير. وبيتضح ان الراجل اللي موته ده من نفس الجماعة معاهم، وكان ليه نسبة في فلوس اسمها الأوبشاك، ودي فلوس كتير بيجمعها الكل عند يوليان علشان يحميها لهم، وبيقرروا ياخدوا نسبة الراجل ده ليهم. بس فجأة بيجي اتصال ليوليان بيخليه يسيبهم ويجري على المستشفى، وبيتضح ان اللي ضربه ديفيد وعمل له فتحة في رقبته ده يبقى اخو يوليان. ولما بيشوف حالته وبيعرف انه ممكن يموت اساسا، بيفقد اعصابه وبيروح يضرب الرجالة اللي كانت معاه، وبيتعصب اكتر واكتر لما بيعرف ان راجل واحد بس هو اللي عمل فيهم كده. بس بيهدى شوية لما بيلاقي كارت الشغل بتاع ديفيد وقع منه مع الرجالة. وتاني يوم بنلاحظ ان ديفيد بيتعامل مع عيلته بشكل افضل، وده لانه خرج كل الطاقة السلبية بتاعته امبارح. بس بيجيله اتصال من هاري لانه عرف باللي حصل واتاكد ان اخوه اللي عملها، بس بيحذره لان واحد من اللي ضربهم يبقى اخو يوليان الزعيم الخطير، وبيطلب منه يروح للحلاق علشان يعرف الحقيقه. بس ديفيد مش بيهتم وبيروح شغله وبيكمل يومه عادي. فبيفضل هاري يبعت له رسائل على الموبايل يطلب منه يروح للحلاق، لحد ما بيقتنع ديفيد فعلا وبيروح لحلاق خاص. وهناك بيبقى قاعد عنده عميل فائق السرية، وبيقدم الملف بتاع يوليان لديفيد بمجرد وصوله، بس بيحذروا منه لانه زعيم عصابة سيء وخطير جدا، وكمان الزعماء الروس عاينين عنده مئات الملايين من الدولارات، وهو كل دوره انه يحميهم وياخد نسبته. وفي الوقت ده بيطلب يوليان من البنت الهاكر اللي عنده تعرف له معلومات اكتر عن ديفيد، فبتختار الجهاز عميل مهم في الدولة وبتبتزه علشان يجيب لها بياناته بسهولة. بس حتى العميل بيلاقي بيانات ديفيد مشفرة، فبيستغرب وبينزل يجيبها من الارشيف نفسه وبيبعتها لها. بس بمجرد ما البنت بتعرف مين هو ديفيد، بتدخل على يوليان وبترميله الصور في وشه وبتستقيل من الشغل معاه، وده لان ديفيد كان عميل خطير جدا والمنظمات بتستعين بيه علشان ينفذ مهام مستحيلة. علشان كده يوليان بيكلم رجالته تروح تجيب له ديفيد حي من بيته. بس اول ما ديفيد بيلمح عربيتهم قدام البيت، بيقرر ياخد عيلته كلها ويدخلهم القابو ويقفل عليهم، وبيطفي الانوار كلها وبيبدأ يموت كل اللي بيدخل البيت بمنتهى المهارة والقوة. وباين ان ديفيد كان شخص خطير جدا فعلا في الماضي، ورغم انه موت عدد كبير منهم الا انهم في النهاية بيكهربوه وبياخدوه معاهم في شنطة العربية. بس ديفيد بيفوق اثناء الطريق وبيسحب طفاية الحريق وبيرش عليهم، وده بيخليهم يعملوا حادثة والعربية بتتقلب في الحال. فبيخرج منها ديفيد بعد ما الكل مات، والوحيد اللي لسه عايش بيسأله عن هويته الحقيقية. فبيحكي له ديفيد ان المنظمات المهمة في الدولة كانوا بيستعينوا بيه علشان يحمي اي حد عامل معاهم مشاكل، لدرجة انه حرفيا كان بيقبل مهام القتلة المحترفين بيرفضوها. بعدها بيرجع ديفيد بيته وبيتصل بأبوه ينبهه علشان لو حد هجم عليه، وبمجرد ما بيخرج مراته وعياله من القابو بيتصدموا من المنظر لان البيت مليان جثث في كل اتجاه. طبعا بيكا ما بتكونش فاهمة حاجة وعايزة شرح كتير، فبيوعدها ديفيد انه يعمل كده بس بعد ما يتخلص من الفوضى دي، وبيمشيهم علشان يبقوا في امان. وبيدخل البيت يفتح صندوق مليان بالذهب وبياخده، وبيجمع الجثث كلها على الكنبة عنده وبيقعد يشرب كاس وهو بيدردش معاهم.
وبيحكي ديفيد إنه كان في مهمة قبل كده وما قدرش يموت الهدف المطلوب لأنه حس إن الراجل ده فعلا عايز فرصة تانية وهيتغير، ورجع بعد سنة علشان يشوف الراجل وهو متأكد إنه رجع للغلط، بس بيتصدم إنه كون أسرة وحياته بقت كويسة جدا. ودي كانت أول مرة ديفيد يحس فيها بالغيرة، وقرر ساعتها يستقيل من الشغل ويبني عيلة حقيقية ويعيش في سلام. والموضوع كان شغال لحد ما يوليان وأتباعه اعترضوا طريق الراجل الغلط. بعدها ديفيد بيولع في البيت بالكامل والرجالة اللي فيه، وبيطلع يسرق عربية جاره اللي لسه جايبها وبيتحرك بيها. وفي الوقت ده بتوصل رجالة يوليان لدار العجزة علشان يموتوا الأب، بس الأب كان مركز وبيطلع سلاحه يخلص عليهم بيه فورا في هدوء. أما ديفيد فبيروح يدي الذهب كله لأبو بيكا مقابل إنه يسيب المصنع فورا هو وابنه ويمشوا، وفعلا بيتمموا الصفقة والمصنع بيفضى على ديفيد. وساعتها بيبدأ ديفيد في تجهيز المكان بالكامل بالأسلحة والمعدات اللازمة للحرب اللي داخل عليها. ولما بيتواصل هاري معاه بيكون متضايق لأن يوليان خطير، بس ديفيد مش بيهتم وبيأكد له إنه عنده خطة. وبالليل بيقرر ديفيد يروح لمكان فلوس الأوبشاك، وبيبدأ في إطلاق النار على رجالة يوليان واحد ورا التاني بمنتهى القوة والعنف. وبيكون يوليان في الملهى الليلي بيغني ولا حاسس بحاجة، وبيتجنن ديفيد وبيقرر يولع في لوحات يوليان النادرة ومعاها رجالته وفلوس الأوبشاك كلها. وبمجرد ما بيخلص يوليان غناء بيلاقي ديفيد قاعد ياكل قدامه، فبينزل له وهو متعصب ومستغرب في نفس الوقت من جرأته الكبيرة. فبيصدمه ديفيد أكتر وبيوريه إنه رابط صباعه في قنبلة وموجهها ناحيته، وبيضطر يوليان ساعتها يقعد معاه ويسمع اللي عنده لوحدهم. وبيعرفوا ديفيد إنه ممكن ينسى اللي حصل بينهم وكل واحد يروح في طريقه، خصوصا بعد ما ولع له في فلوس الأوبشاك مقابل إنه اقتحم بيته. وأول ما بيسمع يوليان إن الفلوس كلها راحت بيتصدم وما بيبقاش عارف يرد لأن باقي الزعماء ممكن يموتوا فيها، لكن بيضطر يسكت لحد ما ديفيد بيخرج من باب الملهى وبيركب عربيته. ساعتها بيدي الأمر لرجالته بالانطلاق وراه بأقصى سرعة، وبتحصل مطاردة شرسة جدا بين ديفيد وأتباع يوليان المجرمين لحد ما بيوصلهم ديفيد لمكان المصنع اللي مجهزه بالكامل. وكمان بيلاقي دعم من أخوه هاري بالقناصة وبينقذه في الوقت الحرج. وحتى أبوه العجوز قرر الانضمام للمعركة الأخيرة، وبيتضح إنهم عيلة عاشوا طول حياتهم في القتال والتدمير وما صدقوا أصلا لقوا راجل شرير يطلعوا غضبهم فيه. علشان كده بيبدأ ديفيد وهاري وأبوهم يدمروا في رجالة يوليان واحد ورا التاني بكل الوسائل والطرق. وبتفضل المعركة مستمرة لحد ما بيدخل يوليان بنفسه وبيستفز ديفيد، فبيحط ديفيد القنبلة اللي معاه على لوح إزاز وبيهاجم يوليان فورا. وعند اللحظة المناسبة بيفجر القنبلة في يوليان وبينهي حياته للأبد. بعدها بيبعت ديفيد رسالة لمراته بيعتذر لها فيها عن كل حاجة، وبيأكد لها إنها لو اديته فرصة تانية هيحاول يستغلها كويس المرة دي. علشان نوصل في النهاية المشهد ديفيد مع الاتنين محققين، وما بيكونش فارق معاه كل التدمير اللي عمله في المدينة، لأن المحققين بيجيلهم تليفون في نفس الوقت وبيعرفوا من خلاله إنهم لازم يمشوا ديفيد من هنا. وبعد فترة بيظهر ديفيد ومراته وهم بيشتروا بيت جديد، بس بيجيله تليفون مهم بيخليه يسأل السمسارة إذا كان في قبو هنا ولا لأ، علشان نفهم إن لسه الحكاية ما انتهتش مع ديفيد صاحب الماضي الغامض. فتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل الجرس، لأن الجزء الجديد أول ما ينزل هتكون أول واحد يشوفه. وكده خلص فيلمنا يا أساطير. سلام.